الليل لما يناموا. تركت دراستي الجامعية. المهم حياتي دمرت، ورحت لطبيب أخبرني أن عندي مرض في عيناي يسمى القرنية المخروطية، وقال لي لازم تجري عمليات فقط كي نخفف عنك تطور المرض، أما بالنسبة للعلاج فلا يوجد سوى زرع قرنية. المهم لم أكترث لكلام الطبيب، وصار بصري يضعف تدريجيا. زادت الأوضاع سوءا، وفي ذات يوم سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر 70 مرة في اليوم أو في المجلس الواحد. لم أعد أذكر الحديث بشكل جيد، وهناك قلت في نفسي يا ويلي، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر، كيف أقول أنا غدا أمام الله وأنا لم أترك معصية إلا قمت بها؟ ومن ذلك الوقت عاهدت نفسي أن أستغفر 100 مرة عندما أستيقظ، و100 مرة عندما أريد النوم. سبحان الله، من يوم بدأت الاستغفار توقفت الصراعات مع والدي وأمي، وصاروا يعاملونني بلطف، وقبل كانوا يبحثوا عن أي سبب للشجار. المهم أنا في ذلك الوقت لم أدرك أنه الاستغفار. واصلت الاستغفار، وإذا بي أحصل على عمل قريب من بيتي فقط لنصف يوم وراتب ممتاز. وقلت في نفسي ماذا يحدث معي؟ بعد مدة كل طلبات العمل التي كنت قدمتها قبل 6 أشهر بدون فائدة صاروا عم يتصلوا بي واحد تلو الآخر، وهنا أدركت أنه شيء غريب يحدث. المهم أكملت عادي حتى رأيت فيديو فضل الاستغفار، وهناك فهمت أنه هذه نتيجة الاستغفار. أوقفت الاستغفار قليلا، وإذا بالصراعات تعود من جديد إلى البيت، وهناك تأكدت وبدأت أكثر من الاستغفار وأبحث عن قصص المستغفرين. وذات يوم سمعت الشيخ أعتقد اسمه الليحاني الذي التقى مع ذلك الشخص الذي كان يستغفر 30,000 مرة في اليوم، ومن ثم أخذت الاستغفار 30,000 مرة. أقسم بالله أني ما أنهيت الاستغفار 30 مرة وإذا بالسماء تنهمر بمطر لم أراه في حياتي كلها. الكل كان مستغرب، وصارت أختي تصرخ من شدة الألم في بطنها والأمطار تسقط، وبدأت أختي تتقيأ، وأنا أقسمت أني ما أتوقف حتى أنهي 30,000. سبحان الله، أنا كنت أستغفر وأختي تصرخ. المهم توقف الألم وأنهيت 30,000. وفي تلك الليلة رأيت 3 أحرف بالإنجليز في المنام لم أعرف معناها. ذهبت وبحثت عنهم في الإنترنت، وتبين أنها عملية يقوم بها المبرمجون عند الانتهاء من برمجة شيء ما. وهناك أدركت أن هذا الورد مبارك، وبعدما كنت أعمل اقترح علي ابن عمي حفر بئر للبحث عن المعدن. بدأت العمل وليس عندي ولا درهم. المهم رزقنا الله المعدن، وصارت عندي مبالغ مالية لم أكن أحلم بها، وتحسنت علاقتي مع أبي وكأنه صديقي، نمزح ونتكلم، وصار كل مرة يقول لازم أزوجك. للأسف لم أتزوج، وبعد ذلك حدثت انتكاسات وعدت من جديد إلى حياة الهم والحزن. لكني كنت دائما أطلب من الله أن يدلني على شخص يستغفر 30,000 استغفار، حتى وصلت إلى قناة مباركة قصص الاستغفار، والحمد لله فهمت موضوع الاستغفار بشكل جيد، وخصوصا ورد 30,000. والله أنه ورد مبارك، والحمد لله عدت إلى الورد من جديد، وصرت مدة وأنا أستغفر بدون جدوى. لكن فهمت من أخي لما قال هذا من اجتهادي، وأطفأ الله عنه كل شيء. وأبشركم أن اليوم أمطر الله السماء. لازم تأخذوا مع الاستغفار قراءة القرآن أو البقرة، لأني كنت أستغفر وأجد صعوبة في ترك المعاصي لأني كنت مدمن. لكن لما أخذت الاستغفار وختم القرآن صار عندي مقاومة شديدة. الآن أخذ البقرة من أسبوعين تقريبا 3 مرات في اليوم مع 30,000 استغفار، والحمد لله حياتي تتحسن، وأبشركم أن بصري صار يتحسن الحمد لله. ادعوا لي إخواني بالثبات، ورسالتي إليكم جميعا شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. ولا تكثرت لمن يشكك في ورد 30,000، واصل وأبشر بالخير، ولا تنسوني من صالح دعائكم.
إذا أعجبك المقطع لا تبخل على من تحب بمشاركته، وأبشر، الدال على الخير كفاعله.